الصورة دي فازت بالمركز الثالث في المسابقة السنوية اللي بتعملها ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي للتصوير، وحزينة إنها أخدت المركز ده لأنها في نظري تستحق أكتر من كده بكتير، تستحق المركز الأول. وده لأني شفت فيها جدتي أمي بنفس القعدة ونفس الجلبية. شميت فيها ريحة الخبيز اللي في الفجرية وأنا بتنطط على القش من فرحتي، علشان بعدها بعقده وبعمل منه لوي، وبعدها تنديه هي بشوية مية قبل ما تحطه في الفرن عشان نار الفرن تهدى. شميت فيها ريحة حطب الكانون وهو بيولع، وريحة المحشي اللي مسقي بشوربة البط جايبة لآخر البلد. شميت فيها ريحة الخير اللي كان مالي كل بيوتنا في الزمن ده. شميت فيها ريحة القش المندي بمية المطر وهي بتفرشه في الطريق للرايح قبل اللي جاي علشان محدش يتعطرس في الطريق ويقع. شفت فيها صينية القلل وهي محطوطة على الشباك وترتوي من قبل ما تشرب من شكل نظافتها ولا طعمها اللي كأنه كان جاي من الجنة. شميت فيها ريحة البرسيم وهي بتخرطه، وبعدها تاخدني ونطلع سوا المقعد علشان نأكله للطير. وكانت بتخليني أعمل أكتر حاجة بحبها في الدنيا، وهي إني ألم البيض اللي تحت الفراخ، ودي كانت أحلى لحظة بالنسبة لي وقتها ولا زالت. شفت فيها المنقد اللي عمره ما فضي واللي عمره ما فشل إنه يسد جوعي رغم بساطة محتوياته اللي كانت دايماً عبارة عن عيش وجبنة وشوية دقة. شفت فيها الشالية اللي كانت قبل ما نصحى من النوم بتكون مولعاها علشان تلمنا حواليها لما نصحى وتفطرنا بإيدها اللي كانت كلها بركة. شفت فيها خطوط الشقة اللي اتحفرت على جبينها، كل خط فيه بيحكي 1000 حكاية وحكاية. شفت فيها لمتنا بعد المغربية حوالين نفس الشالية وهي مجنزة عليه براد الشاي، ولا صوتنا واحنا بنتحايل عليها تحكي لنا حواديت تخوف وهي تضحك وتقول لنا بلهجتها الشرقوية مش ينفع نحكي بالليل. ومع ذلك كانت بتضعف قدام محايلتنا وتحكي لنا عن نعسة الجنية اللي ساكنة الترعة، ولا نداها والمارد اللي شافته في الجبانة وهي صغيرة، ولا ساقية الهوانم المسكونة اللي ياما وقعت قدامها وهي رايحة الغيط في الفجرية. شفت فيها حيطة الصالة اللي اتهدت وهي قاعدة تبنيها ولا أجدعها بنا. سمعت فيها مأذنة الجامع وقت المغربية وأنا قاعدة على المصطبة والناس بتعدي عليا بعد يوم طويل في الغيطان، وابتسامة رضا مخلوطة بطعم الشقة مالية وشوشهم، وصوت نصر الدين طبار بيستقبلهم ويقول لهم يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا. وكأنه بيحمسهم ويصبرهم. وحشتني ووحشني معاها صوت الكلوب بوراتينا وصوت شنكر الباب الكبير وجدي رايح يصلي الفجر. وحشني مشوار سوق السبت واحنا راجعين بالعيش والطعمية والبوظة والفسيخ اللي جدي كان دايما بيستناه. وحشتني سكة الغيط وانا ماسكة في ديل جلبيتها علشان نودي الغدا للأنفار، وصينية الغدا فوق راسها وترمس الشاي متجنز على الصينية وقلة المية في ايدها. وحشتيني يا أمينة، وحشتيني يا أجمل وأحلى ما فيا. وحشتني كلمتك اقعدوا بالعافية. وحشتني كل حاجة فيكي وخصوصا لمسة إيديكي. جدتي وإن نسوكي فتذكري أن هناك حفيدة تشتاق إليك وتدعو لك دائما. رشا الغفير.